السلام عليكم ورحمه الله. الوصفه ديالنا اليوم الكيك، واحد الكيك اقتصادي كيجي رائع ديال الحامض. نحتاج 3 البيضات، كاس ديال سنيده، نص كاس معامر، كاس معامر قبيلتكم ما بين الحامض والماء، كاس معامر الزيت، معلقه ديال العسل ولا ديال الكوفيتير، قشور ديال الحامض اللي عصرناها وبشرناها خلينا هنا، 2 كيسان ديال العنبه ديال الطحين، 2 خمارات. هادو هما المقادير. واحد القبيصه ديال الملحه رانا زايداها هنايا على سنيده. بسم الله غادي نبداو الطريقه. نزيدو هاد السنيده، نضربو شويه بهاد الفوي، دابا غادي نصايب هذا مزيان، نخلط البيض نرجع نهاكل، نطلعو البيض بهاد التشكيل حتى كيولي البيض طالع مضاعف، كيولي مزيان داكشي حتى نعرفو البيض ديالنا طالع صافي. طلعنا البيض ديالنا، بعد ما طلعت البيض غادي نزيد هاد قشور د الحامض اللي بشرنا، معلقه د العسل ولا كوفيتير اللي كان، عملنا معلقه ديال العسل ولا كوفيتير. غادي نزيد الزيت، ندخلهم، نزيد هاد الكاس ما بين الحامض والماء، نخدمو هكا شويه. عملنا الخمارات ديالنا هنا على الطحين صافي، وغادي نزيد الطحين ديالي هكا، ندخلوه هكا مزيان، مقادير مضبوطه. ندخلوه هكا في الطحين حتى ما يبقى لا كتل لا والو، نعملوه في القالب. الفران دابا راه عندي شاعل، الفران يكون سخون، متدخلوش الكيك والفران بارد، هي النصيحه ديالي. صافي دابا الخليط ديالنا وجد، كتولي مقادير مضبوطه بالطحين بكل شيء. تبعوا الفيديو حتى الاخر، تبخلوش علينا باللايك وشراكه. مرحبا والف مرحبا بكم في هذه القناه، القدام والجداد مرحبا بكم. خليو لنا التعاليق الزوينه، كيكبر بكم. دابا جبت القالب ديالي، عندي مدهون بالزبده، شويه الطحين كنت حاطاه في الثلاجه كيبرد، ملي كنجي نحط فيه عاد كنخرجو، وغادي نخوي الخليط ديالي وندخلو للفران.
دابا غندخل الكيكه ديالي طيب في الفران على 180. ملي غادي نشوفها طلعت غادي نخلي نقص 160 نخليها طيب على خاطرها نخرجها نشاركها معاكم. السلام عليكم. ها الكيك وجد خرجته من الفران دابا راه واجده كتجي بهذا الشكل غزاله. كل واحد غنخلي لكم تزين، كل واحد يزين باش بغا. انا غنخليها غير هكا رائعه، لا مبانت المعنى لا بيدها في التكرار، راه باينه غزاله بزاف. الا عجبتكم لايكات مشاركه، جزاكم بخير، مرحبا بكم، الف مرحبا في هذه القناه، القناه قناتكم. السلام عليكم، لا فيديو اخر ان شاء الله.